اهلا بيكم في فيديو جديد من قناه جمانة عيسى. زي ما انتم شفتوا في العنوان ان انا كنت كاتبالكوا عملنا من الفسيخ شربات. هو مش فسيخ بالظبط يعني، بس انا عملت حاجه كانت على النار، بوظتها وكنت خلاص هرميها، بس ماما اخدتها وعملت منها طبق حلو جدا. تعالوا شوفوا ايه هي الحاجه اللي انا كنت هرميها وشوفوا عملناها ازاي. يلا بينا نبدا. جمانة بصي يا حبيبتي، انا حاطه مكرونه على النار، خلي بالك منها عشان داخله اصلي. اوكي انتي مركزه؟ ماشي. مكرونه، يا نهار ابيض، عجنت. اوديها فين؟ اكلها؟ ارميها في الزباله؟ طيب اعمل ايه؟ ماما تناديني. جمانة قفلتي على المكرونه؟ لا. ركزتي معايا يا جمانة؟ لا برضو. طب يلا يا هانم، يلا قدامي على المطبخ اما اوريكي هنعمل فيها ايه. دي دلوقتي هاكلها لك كلها. يلا نتصرف نشوف هنعمل ايه. قدامي على المطبخ. دلوقتي احنا حاطين على كوبايه المكرونه الواحده كيلو لبن. يلا يا هانم اتفضلي حطي بقى. دلوقتي تحطي السكر. ايوه. حط قد ايه؟ نص بس. ايوه كده كفايه. ماشي. ايه تاني؟ حطي بقى معلقتين نشا كبار. ادي واحد، ادي التانية. تمام. طب ده هعمل فيه ايه طيب يا ماما؟ اسكتي هتعرفي دلوقتي. ها يلا خدي معلقه سمنه. ماشي. حطي معلقه كده. طب حلو. انا عاوزه اعرف هشربه؟ لا تعرفي في الاخر. ويلا فانيليا بقى. فانيليا؟ احنا بنعمل عصير ولا ايه؟ مش هقولك. دي كيكه بقى. برضو مش هقولك. يلا اضربي كويس. نضربه. هنا بعد الخليط ما اتضرب زي ما انت شايفه كده هنحطه تاني في الحله. تمام ماشي. بعد كده هنحط ايه؟ جوز هند وزبيب. ايوه بس انا ما بحبش جوز الهند. بس بدل ما اكلك جوز الهند كله. خلاص. يلا قلبي كويس. قلب. طب برضو احنا بنعمل ايه؟ هقولك اهو. قلبي بقى، خديه على النار وافضلي قلبي، اوعي تسيبيه وتروحي تقعدي على النت. ماشي؟ ماشي. انا بقى هحضر الصينيه، وهنا احنا حطينا ممكن صينيه وممكن طاجن عادي. هنحط عليه سمنه، ندهنه سمنه كويس. هيا جمانة خلصتي؟ يا ماما. يلا وريني كده تقل ازاي. كده حلو. ايوه مظبوط، هو ده السمك اللي احنا عايزينه، التقل اللي احنا عايزينه. صبي بقى ما تسيبيش اي حاجه. يلا. طب احنا بنعمل ايه برضو؟ هتعرفي لما تطلع من الفرن. يلا اجري بسرعه بقى، هاتي القشطه من التلاجة. هي دي القشطه. يلا حط 2 3. طبعا اللي مش عنده قشطه مش لازم يحط، بس طبعا اللبن الحليب هيعمل وش، انما اللي مش عامل بلبن حليب يستحسن يحط قشطه عشان الوش الجميل ده. بصوا شايفين سخنه مولعه ازاي؟ ايه رايك في ريحتها؟ ايه ده، ريحتها جميله قوي. عارفه دي اسمها ايه بقى؟ لا اسمها عزيزيه. دي اسمها ايه؟ عزيزيه. شفتي بقى عملنا من المكرونه اللي حضرتك بوظتيها ايه؟ هبوظها كل مره. ايه رايك في الريحه؟ ريحتها جميله قوي. واو، دي لازم نستنى لما تبرد، بس انا ما قدرتش وماما هتقطعها لي بقى. ماشي يا ستي حاضر، بس خلي بالك مش هتطلع خرطه. خلي بالكم يا جماعه ان العزيزيه لو ما بردتش خالص لازم هتطلع مقطعه مننا، لما بتبرد بتطلع خرطه سليمه. طبعا انا وجمانة بنحب ناكل الحاجات الحلوه دي تبقى سخنه، حتى الرز بلبن بنحب ناكله سخن.
الرز بلبن سواء في الفرن او على النار، او اللي هو اتحط في التلاجة. اوعي ايدك. هناخد الحتة دي بقى، طبعا هي لسه ما بردتش، نحاول كده نطلعها. الله يلا يلا. لا انا اللي هاكلها، انا مش هاكلها لك. لا عاوزة واحدة. مش حضرتك بتقولي لما تبرد خدي واحدة لما تبرد، انا هاخدها ويسخن. ايه رأيك؟ جميلة وطعمها هيجنن. طعمها حلو قوي. شايفين محمرة من تحت ومن فوق. شفتي بقى احنا صلحنا اللي انتي بوظتيه ازاي؟ هبوظه كل مرة. ما انت هتستحليها بقى. عارفة لو عجنتي المكرونة تاني عارفة هنعمل ايه؟ ايه هأكلها لك معجنة. ودي يا جماعة طريقة عشان المكرونة هتبوظ منه ما يرميهاش، هتطلع له احلى طبق عزيزية. بس طبعا مش كل مرة ننسى المكرونة على النار، وخلي بالكم ان المكرونة كان فيها ملح، فما تقلقوش بالعكس تدي طعم حلو جدا. ودي بقى هنحاول دلوقتي نطلع خرطة سليمة لانها بردت تماما، اخدت حوالي 2.5 ساعة عشان تبرد. زي ما انتوا عارفين طبعا ان زي المكرونة بشاميل مش هتطلع خرطة الا لما تبرد تماما. وده كان سمكها، احنا عملنا كمية كبيرة يعني، وهنسيب لكم المقادير في صندوق الوصف تحت. اتفضلي هاني ندوقي وقولي لنا رأيك. ماشي يلا ندوق. زي ما انتوا شايفين محمرة من تحت ومن فوق. يلا دوقي بقى. والزبيب. الله طعمها جميل قوي. مش كل مرة تعجني المكرونة. من يومين حطينا بوست على المنتدى وقلنا مين اللي هيخمن احنا عاملين ايه وهنحط اسمه في الفيديو ده. سلمى وورلد قالت عزيزية، وايتن هيثم قالت اسمها عزيزية. بس كده يكون الفيديو خلص. لو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب وتفعلوا جرس التنبيهات عشان اي فيديو اعمله يوصلكم. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد من قناة جمانة عيسى، وتابعوني على انستجرام وفيسبوك اسمي جمانة عيسى. وما تعجنوش المكرونة. باي.